لك زميلي عمر المقري. نتواصل بلقاءات نادي الهلال بعد رئيس النادي سمو الامير عبد الرحمن بن سعد. التقي بالكابتن سامي الجابر مدير الكرة بنادي الهلال. نتحدث عن مباراة بالتأكيد قدم فيها الهلال خماسية كما كانت الخماسيات في الموسم الماضي، لكن لا أعلم إذا كنت تشاركنا الرأي بأنها أفضل مباراة للهلال في هذا الموسم بعد مرور 3 جولات. والله مباراة تدريجية، ما في الأفضل وما نطمح الأفضل إن احنا دائما نكون نمشي تدريجيا لحد ما نصل المرحلة اللي احنا نبغى نوصلها. لكن أعتقد مباراة اليوم كانت صعبة بالنسبة لنا. الشوط الأول الأداء التكتيكي والانضباط التكتيكي للفريق الفيصلي و10 لاعبين خلف الكرة، أعتقد ما كانت عندنا مساحة. رغم هذا كان عيسى المحياني يعني يشكل جبهة كاملة مشكور، قدم مستوى غير طبيعي مميز الشوط الأول، وأثبت الشوط الثاني لما تغيرت خطة المدرب أو غيرنا الخطة لعبنا بأسلوب ثاني اكثر، صار عندنا حلول اكبر، اعطى مساحه لياسر وولي الشلهوب والباقي والفريدي والباقي، انه في عده صار عندة حلول بالنسبه للخط المقدم. وهذه اعتقد انه 90 دقيقه مطلوب من الفريق سواء كنت متاخر او متقدم انك تكون على نهج معين. عندنا زي ما قلت من السنه اللي فاتت يعني تقريبا اذا السيناريو هذا يشابه سيناريو مباراه الفتح السنه اللي فاتت، 0-0 الشوط الاول في الاحسن، الشوط الثاني 5. لكن لازلنا نبحث عن امور كثيره، يعني في نقاط كثيره ما نقدر نحسنها الا من خلال المباريات. ما عندنا عصا يعني سحريه نحن نحسنها، لكن من خلال المباريات من خلال الاداء نكشف اخطائنا، نكشف نقاط الضعف، مدى المستوى اللي وصل اليه كل لاعب. واعتقد انها يعني احنا مرتاحين رغم وجود بعض الامور خارجه عن ارادتنا في اشياء معينه، لكن ان احنا قاعدين نتدرج. اعتقد التدريج هذا يعطينا نسبة ان احنا نرتاح، ما نصل مباراة الوحدة اللي حتكون صعبة جدا جدا جدا، اللي لو جبنا منها العلامة الكاملة اعتقد انه راح نقفل الدوري ونفكر في الاسيوية ونكون بطريقة مرتاحة. لكن ايضا نحتاج الى شغل اكبر من شغل اليوم اللي هو بالنسبة لمباراة الوحدة. لخص تجربة كثيرة ابو عبد الله، لكن اتحدث عن التغييرين الذي قام بهما جريت في بداية الشوط الثاني، الى ماذا كان يهدف؟ وهل تاخر الهدف الهلالي كان مزعجا بالنسبة لكم انتم في دكة البدلاء؟ صحيح انه كل ما سجلنا هدف مبكر، وهذا كان من الاشياء اللي احنا نعملها من السنة اللي فاتت، تسجيل هدف مبكر يعطي عندنا طمأنينة اكثر ويعطي عندنا حلول اكبر، والفريق الثاني يتخلى التحفظ الدفاعي ويطلع ونقدر نجد المساحات، خصوصا ان عندنا لاعبين يعني اختلاف المهارات بالنسبه للاعبين السريع والمهاري لكن ايضا عندنا برضو لاعبين على وعي كبير انه كرة القدم مو فقط تسجل هدف وتنوم عليه، او عندما لا تسجل خلاص تستكيني لانه حظ عاثر. لكن انضباط لمده 90 دقيقه كان واضح اليوم. اعتقد ان يعني تسجيل هدف مبكر ايضا الشوط الثاني، او احنا سجلنا في 7 دقائق 3 اهداف، وهذا معدل كبير اللي هي من 59 62 65. اعتقد انها برضو اعطتنا فكره كبيره ان احنا لازلنا على نفس الرتم حق العام الماضي، فقط نحتاج الى ان احنا نعدل من اخطاء واضحه، وهذه تيجي زي ما قلت لك في المباريات فقط. النتيجه والمستوى تعطي دلاله على ان السؤال عن غياب تياغو نيفيز ومدى تاثيره لا يلزم في هذا الوقت، لكن عن مدى عوده تياغو نيفيز في الفتره القادمه، متى الموعد المحدد لعودته؟ حقيقه انا تكلمت قبل شوي زميلتكم من القناه الرياضيه، لكن احنا عندنا لاعبين. تياغو نيفيز لاعب مهم جدا واثبت من بدايه الموسم انه مهم في الخارطه الهلاليه وقدم مستوى من الاعداد الى حد الان، ولكن احنا عندنا برضو يعني ننظر للجانب النفسي، واعتقد ان هذا الجانب مهم جدا. وتياغو حقيقه مشكور، حرص انه ممكن انه يجلس المباراه ويغادر حتى بعد ولادة زوجته، لكن لما راح يكون مرتاح، وطلبت منه زوجته وعائلته انه يكون متواجد، خصوصا انه اول طفل، وهذا يهمنا انه يكون مرتاح اكثر. لكن المعنى والرساله الموجهه سواء كان للاعبين او للناس جميعا، نحن لا عندنا لاعب مهم فقط او نعتمد على لاعب مهم فقط، عندنا مجموعه من اللاعبين 26 لاعب الان موجودين في الكشوفات حقت الفريق الاول نادي الهلال، كلهم على اهبه الاستعداد انهم اي واحد منهم يشارك ويكون هو مهم. لذلك الاهميه زي ما تشوف، ان غاب عنا سيد حضر سيد اخر، وهذا اليوم شفناه ايضا في اللاعب اللي طلبت فيه الجماهير الهلاليه في غياب المباراتين اللي فاتت، وكان واحد من النجوم اللي هو ياسر، ايضا النجم الكبير عيسى المحياني اللي طلبت انه يعطى الفرصه، برضه من الشوط الاول لحد ما خرج 75 دقيقة أداء أكثر من رائع. نزل أيضا زميل ياسر القحطاني وحب يرد أشياء كثيرة. لذلك عندنا مسألة مو تدوير اللاعبين، ولكن تدوير بالطريقة من الأفضل اللي يستحق أن يكون في ال11 لاعب، وإن شاء الله بإذن الله نستمر. ال4 نقاط الجاية، لأنه 3 نقاط الجاية تكون 12 نقطة، يعني علامة كاملة قبل التوقف اللي حيصاحبنا إلى بطولة آسيا. أيضا نقف على مستوى مهم اللي هو أهم من إحنا نفرح ب5. انتهت المباراة بخيرها وخيرها، ولكن إن شاء الله لازم نفكر في أخطائنا، وهذا ما نعمله دائما. الأخطاء حتى في المباريات وإحنا فايزين 5 عندنا اخطاء لازم يعني نحتاج الى تعديلها. شكرا لك ابو عبد الله. شكرا للكابتن سامي الجابر مدير الكرة بفريق الهلال. هكذا تكون تقريبا تغطيتنا الاعلاميه من ملعب الامير فيصل بن فهد.